المرة اللي فاتت عرفنا إيه اللغة اللي بيفهمها الكمبيوتر الباينري سيستم. أخدنا إنه مكون من الزيرو والواحد، وعرفنا إن الكمبيوتر غبي ما بيفهمش الرقمين دول، هو بس بيفهم حالتهم: زيرو مفيش كهرباء، وواحد في تيار أي في كهرباء. السؤال بقى، إزاي من الحاجتين دول هنطلع الصور والألوان والصوت والبرامج وحياة كاملة جوا الشاشة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. أوكي، يعني أنا لسه مسميتش البرنامج، بس مشوا معي، ممكن أسميه BFL وممكن أسميه تشتت الفضول، لسه مقررتش، بس مشوا معي. يعني هي حلقة جديدة في برنامجنا إنه ملوش اسم حاليا. السؤال اللي هيجي في دماغك أو هيكون جا في دماغك الحلقة اللي فاتت: الزيرو والواحد دول راحوا فين؟ اتحطوا فين؟ وليه مش عاملين لخبطة؟ يعني صح، هو في أكواد ومتظبطة، بس إزاي الكمبيوتر بيقرأ الأكواد دي بشكل مختلف؟ إزاي بيقرأ إن الكود ده بيكون لي صورة، أو الكود ده بيعمل لي فيديو، أو الكود ده بيعمل لي جزء من فيديو حتى، مش ده الاختلاف. إزاي الكمبيوتر بيفهم الحاجات دي؟ الإجابة إنه في حاجة جوه الكمبيوتر اسمها المفاتيح الكهربية. الكمبيوتر من جوه مش أيقونات ولا أزرار كيبورد، هو مليان مفاتيح صغيرة وهي كهربية، اسمها الترانزستور. ده حرفيا حلقة لوحده، بس دلوقتي هحاول أفهمك على الدنيا. كل واحد فيهم ليه حالتين: يا مفتوح يا مقفول. ولا واحد فيهم بقى عارف ده هو لون ولا صوت ولا صورة ولا حرف ولا صورة قطة ولا أي حاجة. هو حرفيا مفتاح ساكت وغبي. وهنا بقى النقطة المهمة: الموضوع مش إنه عندنا زيرو واحد، الموضوع إنه عندنا عدد مهول من المفاتيح الكهربية. خليني أبسطها لك شوية. لو في مفتاح واحد ده معناه في احتمالين، أي في كودين. لو في مفتاحين ده معناه في 4 احتمالات. لو في 10 مفاتيح ده معناه أكتر من 1000 احتمال. ملايين المفاتيح، ملايين ومليارات الأكواد. يعني من حالتين بس قدرنا نطلع عدد مرعب من الترتيبات. مش سحر، مش رياضيات، عدد وترتيب. طيب السؤال الذكي: طالما كله زيرو واحد، ازاي نعرف ده لون ولا صوت ولا أي حاجة تانية؟ الإجابة ببساطة لأن الكمبيوتر ما بيقرأش لوحده، في قواعد زي الكتاب. لو قريته عربي هتفهم، لو حد مش بيعرف العربي فهو هيشوف إنه مجرد خربشات. هم نفس الزيرو والواحد، لكن برنامج الصور بيقرأهم ألوان، وبرنامج الصوت بيقرأهم موجات، وبرنامج النصوص بيقرأهم حروف. الاختلاف مش في الأكواد، الاختلاف في مين بيقرأ الكود، أو مين الكود بيفهمه وإزاي. خليني أديك مثال بسيط: الصورة على الكمبيوتر في الحقيقة مش صورة، هي عبارة عن أرقام. كل شوية كل شوية أرقام. يعني هي الصورة ذات نفسها مكونة، لو لاحظت، زي مربعات كيوبس كده. المربعات دي عبارة عن أكواد، كل مربع كود معين، في له كود معين جوا الكمبيوتر. تمام. البرنامج بقى هو اللي بيقولك إنه الرقم ده أحمر، الرقم ده أزرق، الرقم ده أخضر، وهكذا. والمعالج البروسيسور هو اللي بينفذ. انت اللي بتشوف الصورة، هو ما شافش أي صورة، هو عدى الأرقام بسرعة جنونية. الحقيقة الصدمة بقى إن الكمبيوتر ما بيفهمش، ما بيشوفش، ما بيسمعش. إحنا اللي حطينا القواعد، اخترعنا المعنى وقلنا الكود ده معناه كده. هو حرفيا مجرد آلة بتنقل كهرباء، بس بطريقة منظمة جدا. إحنا اللي حطينا القواعد بتاعتها. دلوقتي عرفنا إن الكمبيوتر ما بيفهمش حاجة، إحنا حرفيا اللي حاطين قواعد الأكواد. إحنا اللي حاطين إن الكود الفلاني بيعبر عن الحرف الفلاني، والكود الفلاني بيمثل اللون الفلاني. يعني عبارة عن قواعد، واللي بيخلي القواعد دي متتلخبط هو البرنامج اللي بيقرأ الكود نفسه، لأنه كل برنامج له أكواد معينة خاصة بيه. عارفة إنه إحنا المفروض نطول شوية في القعدة، بس عايزة تكون الحلقة أو عايزة الفيديو يكون خفيف عليكم. الفيديو الجاي السؤال هيبقى أخطر: الأرقام دي بتتحط فين؟ وليه في ذاكرة بتنسى وفي ذاكرة بتنساش؟ وليه الجهاز بيهنأ؟ الفيديو الجاي هنعرف البيانات بتروح فين، الرام بس الهارد. ولو لسه فاكر إن الكمبيوتر ذكي، هنظبط لك الدنيا. باي.